السلام عليكم. معاكم دكتور مصطفى خليل، اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان والمدير التنفيذي لمركز زيت كير. انا بس حابب اكلمكم على ان في حاجه حصلت الفتره اللي فاتت سببت اللي هو اختلاف ما بين اللي هو الدكاتره والاخصائيين، ومين شغال بمدرسه ايه، وانهي مدرسه اللي ممكن تفيد كلاينت او العميل او زي ما مرضانا. ده بالنسبه لي ممكن سببه ان كل حد شايف ان دوره اهم، سواء اللي هو اكس ادكت، سواء اللي هو سايكولوجيست، سواء اللي هو سايكايترست. انا بالنسبه لي دايما بقول كده ان اللي هو احنا عباره عن تيم بنساعد بعض. مش تفرق تماما ايه المدرسه اللي انت شغال بيها، غير لان المدارس دي بتتحدد على اساس حاجه واحده بس، انت تقدر تفيد مريضك لايه. يعني مثلا بتفرق خالص تشخيصك انت، الادويه اللي بياخدها عيانك، اللي هو ايه اللي هيريح عيانك. في مدرسه انتجريتد متكامله، المهم ان يبقى انت شخصت صح، المهم ان الناس تبقى شغاله في تيم معين، تيم واحد. لان انا شايف ما فيش حاجه اسمها سايكايترست يشتغل لوحده، مفيش حاجه اسمها سايكولوجيست يشتغل لوحده، مفيش حاجه اسمها اكس ادكت او سيرابست، ايا ما يكون اللي هو يعني مين شغال لوحده. احنا كده كده تيم، كلنا مكملين لبعض، مفيش حد اللي هو صاحب ايه الابر هاند او اليد العليا، غير ان احنا بنشارك بعض دايما. العركه دي ما بتفيدش اي حد خالص، وما توصلناش في يوم من الايام ان الوضع يختلف او الاستجمه نفسها تتغير، اللي هو وصمه المرض النفسي تتغير، طول ما في عركه موجوده ما بين مين الاقوى ومين الاضعف. لان ده كله في الاول وفي الاخر هياثر على مرضانا. اتمنى ان كل الناس تبقى تيم، ان كلنا نشارك بعض. انا عندي مشكله في مدرسه معينه، لو انا شايف انها هتيجي مع عميل معين من العملاء اللي بيتابعوا معايا، ببعته للدكتور اللي هو مختص بالجزء ده، او ببعته الاخصائي نفس الحكايه، اللي هو عمل السايكومتري، عمل الانترفيو بتاعته، شايف ان عيان ومحتاج ادويه، محتاج اللي هو يبص عليه سايكايترست، فبيبدا يتابعه. احنا الاثنين شايفين ان مريض محتاج حد معالج ادمان يشتغل معاه، احنا الاثنين هنحوله لمعالج ادمان. مفيش اختلاف، ان احنا تيم واحد. شكرا.